آمنة، عارفين على اسمك. اسمي آمنة أبو طاقة. فلسطينية بس خلقانة بالسويد. أبوي خلق من ترشيح على الأصل وأمي من الكابرة. بس إني ب 48 أجدادي راحوا على لبنان، فأمي وأبوي خلقانين من لبنان. في لبنان ومن ثم مخيم إلى برج السويد. البراجنة. إلى السويد. أنت وين خلقتي؟ أنا خلقت في السويد. شو كانوا أهلك يحكوا لك عن فلسطين؟ طول عمرهم بيحكوا عن فلسطين وممنوع ننسى أصلنا، وإنه إن شاء الله يوم من الأيام حنرجع على بلدنا، وإحنا هلأ موقفين فلازم ناخد الفرصة وندرس ونحمل شهادات عشان بعدين نرجع فيهن على بلادنا نقدر نستفيد منهم. كيف لما وصلت هون كيف لقيته؟ كيف كانت شعور عندك يعني؟ شعور رائع. زرت أهل ببلد أبوك زرت وأمك؟ بلد أمي وأبوي بس شو إنه كان شعور غريب، واحد ما بيقدر يوصفه. إنه على فكرة أبوك وأمك لما طلعوا هن تزوجوا طبعا في لبنان، خلقني من لبنان ومن ثم إلى السويد، ايه ومن وقتها ما إجوا ما زاروا هاي البلاد. هن بحياتهم ما زاروا هاي البلاد. أنتوا أولادين إجيتوا؟ أنا بنت الإجيت، إلي الشرف أزور البلد. شو بدك توصلي لي يعني لما ترجعي؟ إنه إن شاء الله راجعين إن شاء الله. كيف لقيتي هون المواطنين السكان؟ أول شيء إحنا ما كنا متوقعين هيك تكون فلسطين، لأنه طول عمرنا إنه شايفينها حروبة وهيك، ما كنا متوقعين يكون في هيك مناطق فلسطين. بس لما جينا لهون أول شيء تفاجأنا، بعدين انبسطنا إنه اليهود قاعدين بعمروا وبظبطوا بالبلد لإلنا على الفاضي، إنه بالآخر إحنا حناخدها لهي بلادنا، وقد ما عملوا قد ما سووا هي بلادنا يعني تبقى فلسطين راح ترجع حتضل بلدنا. نشكرهم اننا عم بيظبطوا لنا ببلدنا وبتعبوا حالهم انه إلنا هذا حيطلع بالاخر. احنا يمكن ما حسينا انه بفلسطين في حرب هلا، لانه ما رحنا على الضفه وما رحنا على غزه ولا شيء. بس لما اجينا لهون اول شيء تفاجأنا بالعالم، كيف ما احنا عندنا بالسويد ما في اختلاط كثير بين العالم، خاصه انه في عنا عرب، في عنا ألبان، في عنا سويدية وهيك. إنه إحنا العرب مختلطين مع بعض، بس مش زي هون تلاقي كله بحب بعض، ما في كره، ما في استغلال، ما بعرف كيف بدي أعبر لك. موحدين يعني. هناك إنه هون كله مع بعضه زي أهل عائلة واحدة. يعني صحيح بلد كبير وفيها بيوت كثير، بس عائلة واحدة. مش كنت تتمنى إن يكون أبوك وأمك معك هون؟ أكيد كان بكون الشعور مكتمل يعني. أكيد. صورت البلاد اللي كانوا البلد في ترشيح او اللي أكيد أخذت ترابي معي كمان. أخذت تراب؟ ضحكتنا على قبورة أجدادي بلبنان. حتى لما حكينا لخالاتي وأهل إنه أبوي بلبنان ما صدقوش، انبسطوا وما صدقوا إنه، حتى أنا ما مصدقة إنه أبوي عمري بالأربعينات وما زاروا بلدين بعد، إنه أنا بعدني ما طبقت ال20 الحمد لله صرت زيرك، هاي أول مرة وأكيد مش آخر مرة. ليش بتبكي؟ شعور أول شيء بنحكي على القهرة وعلى الحسرة، إنه بلد حلوة وبلدنا وأجدادنا عاشوا فيها وهيك، وما فينا نسكن فيها، ما فينا نعيش فيها. هذا شيء ما بعرف، شعور ما حد ما بيقدر يوصفه. ما عايش في فلسطين بحسه. إنه أول ما نزلنا من السيارة وطلعنا هيك بريت المطار، شمينا ريحة بلاد. شكرا.